أنا علي. مش عارف ياما أحكي لكم حكايتي هتصدقوها ولا لأ، بس هحكيها لكم. كنت راجع مع أصحابي من رحلة في العين السخنة بعد الامتحانات. الساعة كانت 11 بالليل، ولسه قدامي مشوار طويل لحد ما أوصل القاهرة. فتحت خرائط جوجل، لقيت طريق مختصر هيوفر عليا تقريبا ساعة كاملة. طريق كان باين على الخرايط إن هو طريق فرعي، بس قلت أجرب حظي. بعد نص ساعة من السواقة حسيت إن الطريق بقى أسوأ، الأسفلت مكسر، حتى السيجنال بتاعت الموبايل بدأت تضعف بشكل كبير. حست كمان إن مفيش عربيات بتعدي جنبي خالص، مفيش عواميد نور على الطريق. بدأت شوية أحس بالقلق، خصوصا إن البنزين عندي بدأ يقل. كنت عامل حسابي إن هلاقي بنزين على الطريق. العربية وقفت مني فجأة. نزلت أشوف إيه المشكلة، بس ما فهمتش إيه اللي حصل. العربية كانت شغالة كويس طول اليوم. حاولت أشغلها تاني لكن ما اشتغلتش للأسف. حاولت أتصل بأي حد بس مفيش شبكة خالص. قررت أمشي شوية لقدام يمكن ألاقي حد يساعدني. بس بعد ما مشيت حوالي كيلو شفت نور جاي من بعيد. قربت لقيتها محطة بنزين قديمة، شكلها كان مهجور، بس كان فيها نور خافت كده. فعلا أول ما وصلت لقيتها محطة مهجورة، أبواب مكسرة وإزاز متكسر، بس كان فيها لمبة واحدة شغالة جوه. ناديت عليهم: حد هنا يا جماعة؟ محدش رد. دخلت الصراحة أدور على أي تليفون أو أي حاجة تساعدني. جوه المحطة كان في